السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. شايفين بقى جمال الأكلة بتاعتنا النهاردة؟ يا جماله يا حلاوته، يا حلاوة الفراخ بتاعتنا في الفرن النهاردة. ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بينا اوريكم ازاي عملنا الطريقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. معنا ايه النهاردة؟ معايا فراخ، طبعا أنا غسلاها ومتبلاها من الليل زي ما انتم شايفين. بص نظيفة ازاي، زي الفل. نقعها بخل وملح وطماطمايه وبصلايه ومخليها من الليل. صحيت تاني يوم الصبح غسلتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا وادي البهارات بتاعتنا، ده كمون وكزبرة وفلفل أسمر وشطة، ومعانا 3 طماطميات على 3 بصلات وسط على جرنين فلفل زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي كله طبعا احطه في الشفشة بتاع الخلاط، وهبتدي كله ادوبه مع بعض. انا دينا اول حاجة حطيت الطماطم وحطيت البصل وحطيت الفلفل. طبعا الفلفل ده حار جدا جدا، هو طبعا اللي هيخليها طعمها جميل جدا زيها زي بتاعت بره بالظبط. وادي حطيت الكزبرة، وادي حبة الكمون، وحبة الفلفل الأسمر، وحبة الشطة، وحبة ملح حطيتها بس انتوا ما شفتهاش، وحبة زيت. أهم حاجة حبة الزيت دي، عشان الزيت دي بتخلي الفراخ تحمر اللون الحلو اللي احنا شفناه في الأول، وبتدي لمعة كده للفرخة وبتدي طعم لذاذة حبة الزيت دي. وايه ده، عملت كل طبعا في الخلاط وتبلتها زي ما انتوا شايفين. وهبتدي كله احطه شايفين. وحطيت تاني حبة زيت برضو تاني في التتبيلة بتاعتنا بعد ما عملناها. ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل سنة وانتوا طيبين، العيد خلاص على الأبواب. طبعا ادي هبتدي احط التتبيلة كلها كده حوالين داير. وبعد كده هبتدي طبعا احطها في الفرن. انا طبعا مولع الفرن من قبل ما اعمل ده كله ده، عشان تبقى الفرن سخنة عشان الفرخة تشد معانا. طبعا حطيت حبة زيت تاني زي ما قلت لكم، عشان الزيت ده بيديها طعم حلو كده. حبة زيت، حبة سمن، أي حاجة. بس أنا يعني اللي بحب أكتر ليها الطعم بيبقى أكتر وأحلى اللي هو الزيت الصراحة يعني. حطيت تاني حبة فلفل أسمر كده وحبة كزبرة من على الوش. ودي طبعا بقلبها كده كله وهبتدي أحطها في الفرن كده معاكم أهو. ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا بحط اللي هنا اللي مفهوش تتبيلة، باخد من على الجنب كده وابتدي احطها. طبعا احنا هنحطها في الفرن لحد ما تنشف خالص، مش هيبقى فيها اي حاجة. وادي كده طبعا خلاص الاكلة بتاعتنا خلصت. وادي كده طبعا طلعت الفراخ من الفرن وعملت جنب الفراخ حبة رز وحبة فاصوليا ناشفة او لوبيا، طبعا سموها زي ما سموها، وحبة ملوخية. وادي الفراخ. عيسى بيقول لكم طبعا ما تنسوش اللايك. وادي الفراخ انا هفتحها معاكم وهوريها لكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وكانت ريحتها جميله جدا وكان طعمها جميل جدا جدا، واحنا نحب اللون ده اصلا. وعملت زي ما قلت لكم حبه الرز والفاصوليا او اللوبيا والملوخيه. وطبعا وعملنا كاس كاكولا، كان عندنا كاكولا بيبس طبعا.
عملناها جنبيها. وهي دي طبعا كانت الأكلة بتاعتنا النهاردة، كانت أكلة جميلة. وأدي البيبس طبعا، أي لحمة أي سمك أي حاجة ما تحلاش من غير البيبس معاكم. الملوخية طبعا كانت جميلة، بس والله ما فيش وقت عشان أوريكم طريقة الملوخية. وأتمنى طبعا اللي أول مرة يشوف القناة ما ينسنيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.